صباح الورد، صباح الياسمين، صباح الطاقه الايجابيه، صباح البرد والشتيوه يا اختي. ومني كنقولوا البرد والشتا كنقصدوا رفيسه، كنقصدوا شي حاجه سخونه، لان البرد فعلا اللهم لك الحمد. حنا في العريش عندنا الشتا صراحه من البارحه البنات وهي كطيح، الحمد لله والشكر لله. كما العاده ايمان ما كتلبسش حوايجها، كنلبس انا صوفيتمون يعني دابا غدوغ. وهذا ما قدتش انا نلبس بيجامه اختي وبينوار ما كنقدش، سواء عندي دار بارده او دار سخونه انا هكا دايره. المهم غزالات ديالي، احبكم في الله. فيديو جديد. كان هاد النهار الفيديو ديال هاد النهار كانت حتى راه بزاف المتتبعات اللي لقيت عندهم كيعانيو من انتفاخ البطن، وبزاف منهم اللي كتاكل وكتقول لي اختي انا كرشي غليظه من بعد الولاده. كاين اللي كيعاني من القولون، كاين اللي كيعاني من تراكمات او افرازات مازال عندنا في المصران ديالنا كتبقى مجموعه. لان ما تنساوش بعض الاحيان ملي كنتقاسوا كنتعصموا يعني كرشنا كتقصح. انا كنهضر بالدارجه باش تفهموني. راه ما كنخرجوش كلشي يعني الله اعزكم الله. داك البزاز اللي كنخرجوا ما كنخرجوش كلشي، وكيبقى داكشي متراكم لنا في المعده. وبعض الاحيان كنخرجوا واحد النفس كتكون خانزه وريحتها خايبه، كتكون هذيك دليل قاطع لان المصران عندك فيه سموم قديمه زيرو. فباش نقيو المصران ديالنا وباش نحصلوا على نتائج ديال وصفات اللي كنت حطيت لكم ديال مؤخره وارداف، راه ما تعطيكمش نتيجه الا ما نقيتيش مصرانك. اول حاجه جبت لكم واحد المشروب البنات اللي صحي وخطير خطير خطير واحد الدرجه ما تصوروهاش. ديال هذا المشروب هذا اللي كيتستعمل كل يوم مور العشاء، يعني حتى كتبغي تنعسي وغادي تحصلي على واحد النتيجه اللي نتيا غتصدمي وتبقاي تقولي واو واش هادشي نيشان ولا كذوب. لا ماشي كذوب اختي، راه حقيقه ماشي كذوب. اول حاجه غادي تشوفوا معايا المكونات حتى الاخير وغتستعملوها البنات وغترحموني. غير هذا المشروب الا كنتي غتستعمليه ما ديريش، راه النفس اللي كيخرج والافرازات اللي غتخرجي وكرشك غادي تفش من ثاني او ثالث استعمال. وبالشهاده الناس اللي استعملوه بالشهاده ديالي انا كيدوب شحوم البطن، كيخرج افرازات قديمه، كيداوي القولون العصبي، كيخرج سموم متراكمه اعوام وسنين، كيحيد البرد من الوالده، وكينقي لك المعده ديالك والمصارن كانك درتي شي وصفه طبيه خطيره. غتبعوا حتى لاخر الفيديو وتسمعوا المكونات مزيان باش حتى وحده ما تقولي ايمان شنو هذا ولا ماشي شنو هذا. الشمس شرقات وضربات فيا. المهم وعاد رجعني لكم طريقه الاستعمال. احبكم في الله ما تشوفاني. المهم الكبيدات ديالي كي قلت لكم مكونات هما هادو. المهم بعدا سمحوا لي على التليفون هذا في التصوير، واخا هو غالي الثمن التصوير والهضره الصوت زيرو عنده زيرو زيرو. المهم انا كنقولها الريال مي 55 ما تشريوهاش البنات، راه زيرو ثمن طالع والجوده زيرو. ما كاينش ما احسن من الريدمي ولا الايفون ولا سامسونج، هادو ثلاثه ما كنديرلهمش اشهار ولكن انا ما عنديش ندير لهم اشهار. المهم مكونات هما هادو الكبيدات ديالي. نبدا بالمكون الاول. هنا راه عندي هنا ثلاثه د الحوايج الا كيبانوا لكم مزيان ها نتوما. عندي هنايا النافع واليانسون وعندي الشمر وعندي الكرويه. نعاودهم لكم اليانسون والشمر والكرويه ياك، او بالدارجه المغربيه النافع وحبه حلاوه والكرويه. ها هي الكرويه، هالنافع حبه حلاوه، كلوا راهم باينين ثلاثه بهم مجمعاهم انا هنا. كنتمنى تعقلوا. عندي هنا باديان او النجم، معروفين هاد النجيمات هادو، معروفين كل واحد كيقول لهم. بزاف اللي تدخل عندي تقول لي شنو سمياتهم اختي انت شتيهم، يعني سيري عند العطار هو يعطيهم لك. وعندي هنايا قعقله بسيبيساني ولا قعقله، المهم قعقله هادي غنيه عن التعريف. وعندي هنا البابونج اختي، واخيرا شرقت الشميشه. عندي هنا البابونج، شوفوا انا كوزينتي ملي كتشرق فيها الشمس كتدخل البابونج. يعني معروفين 4 المكونات. كل ما كتحتاجي حبيبتي هاد تشربي كل نهار كاس، كل ليله كاس. انا غنوريكم الطريقه ديال الاستعمال بعدا، وعاد غادي نوريكم حتى الكميه. حاولوا تبقاو معايا ما تشوفين اختي. انا ديما كنسى معلقه عاد اسمعوا. غتجيبي اختي كاس بحال هكا، غديري فيه نجمه وحده هذه الا بغيتي استعمال كل ليله، حيت هذا ممكنش تستعمليه وتخليه يعني يبات ولا لا.
ديري نجمه وحده اكيد تكون مغسوله. هتهزي واحد 5 ولا 6، هي 5 هاد الحبيبات ديال بسيبسه او قعقله، اكيد يكونوا عندكم مغسولين لان شحال مره تلقاي فيهم التراب. وغنهز معلقه صغيره ممتلئه ديال هذا الخليط اللي فيه اليانسون والشمر والكرويه، وغادي نهز واحد الحفينه ديال البابونج، يعني مع 8 معلقه صغيره. البابونج يكون منقي ومغسول مصفي. وغتهزي الماء غالي مغلي يعني طايب، وغادي تخليه عن جنب. غادي تغطي هذا الكاس هذا وغادي تخلطي بهذه الطريقه، ومن بعد تحصلي على واحد المشروب اللي ماشي صحي، اللي شي حاجه فوق صحيه. غادي نوريكم طريقه الاستعمال وارجع معكم. احبكم في الله، ما تمشيو فاين. الكبيده ديالي من بعد ما كان يعني ما كتغليوهش فوق. شوف هذا المشروب ما خصوش يتغلى فوق البوطه باش نكونوا واضحين. هذا المشروب كتكبي عليه لمده ديال 5 دقائق او 10، ومن بعد كتصفيه. هانتي كتصفيه، كتخلي غير داك المشروب هذا اللي المذاق ديالو رائع رائع رائع. ومن بعد ما كتصفيه البنات كديريه يا اما مع عسيله او اللي قدرت تشربوا هكا بدون يعني حتى حاجه، راه احسن واحسن واحسن. راه مشروب رائع رائع البنات، خطير. انا رديته دابا حيت قسمتي معكم الوصفه، رديت كبيته هنا. غادي نخليه حتى الليل ما عندهم ما يطرالو، غندفيه غير شويه ونرجع نشربو. يعني ما خصوش يغلي، هذا ما يتغلاش، هذا كيتبقى غير حيت دابا الصباح انا كنشربو من الليل. راه وصفه خطيره، راه رائعه. الناس اللي كيعانيو من شحوم في البطن، الناس اللي كيعانيو من تراكمات سموم، الناس اللي كتعاني من قولون العصبي، الناس اللي كتعاني من انتفاخات، الناس اللي غادي يخرج منكم واحد النفس ناري، يخرج منكم تدخلوا الطواليت ناري، يقولكمش. المهم مكونات. غتقولي اختي ايمان شحال مره نستعملوه؟ كل يوم كل نهار حتى كتحسي بكرشك مشات. هذا المشروب راه فيه جوج ديال الحوايج، منها كتصفي لداخل، وهاد اليانسون والشمر حبه حلاوه غادي يساهموا لك في زياده المناطق الانثويه. يعني ما عندكيش مناش تخافي، كتخدمي جوج بدقه واحده. اختي ايمان واش نحتفظوا به في الثلاجه؟ هذا ما كيتحتفظ به لا في الثلاجه ولا والو. كل ليله ما تعكزيش المعكزه. المهم ما يمكنليش نقطع دابا الفيديو حيت الاذان خصني نزرب باش نسالي قبل ما يسالي الاذان. هاد باش ما ننساش البنات، هاد المشروب كيتصايب كل ليله. كتاخدي كميات كبيره 5 دراهم 5 دراهم 5 دراهم وخليهم في الدار، وتبقاي تهزي نجيمه وحده مع الكميه اللي عطيتك معقوله. ناضيه احبكم في الله، كنتمنى تدعموني واللايك والبارطاج اللي خطيكم عليا، وما تنساونيش بالاشتراك في القناه ديالي وطلعوا الفيديوهات ديالي اللي خطيكم عليا. واللي بغات اي وصفه غنحطها لاختي. مرحبا.